لو حبيت تكتب أي رمز على الأوتوكاد فأنت بتفتح الأوتوكاد وبتيجي هنا في الويندوز وبتكتب له كار، فبيفتح لك حاجة اسمها الكاركتر ماب. بتضغط عليها فيها كل الرموز اللي انت محتاجها. مثلا أنا عايز الآت، بضغط عليها كده بقول له سيلكت وبعدين بقول له كوبي، وباجي هنا وأقول له التكست، وبعدين بضغط هنا شيفت وارفع لفوق كده وبعدين اجي بالشكل ده، وبعدين اقول له هنا بمجرد ما يديني ان انا ممكن اعمل تكست اقول له كنترول في، وبعدين اقول له انتر انتر. كتب لي هنا الات. عايز اجيب اي حاجة تانية بقول له كار، بيفتح لي تاني الكاركتر ماب. واقول له مثلا انا عايز الرمز. طبعا عندي رموز كتير جدا، مثلا الرمز الصيني ده بسلك وبعدين اقول له كوبي، وبعدين اجي هنا واقول له كنترول في، فبيحط لي الرمز بشكل مباشر. طبعا هنا ممكن اتحكم في ان انا بسلك على الاد دي واقول له كنترول واحد، وبعدين بغير الفونت بتاعها لاي فونت انا محتاجه بالشكل ده. الحاجة التانية لو انا حابب ان انا اعمل مثلا اكتب اي حاجة، مثلا نكتب حمزة مثلا، وحبينا ان احنا نغير في ستايل الفونت بنسلك عليه وبندخل هنا على انوتيشن وبنختار دي الستايلات اللي موجودة عندي. لو انا عايز اعمل ستايل جديد بقول له مانج تكست ستايل، وباجي هنا بقول له ان انا هضيف ستايل جديد مثلا نسميه بولد، وبعدين اقول له اوكي، وبعدين بسلك على البولد ده واغير نوع الخط بتاعي لخط. انا عندي خطوط جدا كتير جدا خاصة بالاوتوكاد بخصوص الفونتات العربي والكلام ده. مثلا عايز الاريال بسلكه كده واقول له عايزه يبقى بولد بالشكل ده، وبعدين اقول له ابلاي، وبعدين اقول له كلوز. دلوقتي ممكن اسلك هنا على الاسم بتاعي واقول له كنترول 1، واجي اغير الستايل بتاعي اخليه بولد بالشكل ده فبيغير معايا الخط. ممكن اقول له ام اي انتر ماتش بروبرتيز واسلك هنا، واسلك على الات برضو نفس الكلام. بالنسبة للرمز الصيني ده اقدر ان انا اتحكم فيه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده.